أهلا بيكم الصف الأول الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية. إحنا خلصنا الوحدة الأولى كلها، دلوقتي بقى هنبدأ في الوحدة التانية. أول درس عندنا في الوحدة التانية في الترم الأول بعنوان عصر الدولة القديمة، اللي هي ما بين قوسين كده بنقول عليها عصر بناة الأهرام. من اسم الدرس كده باين إن الفترة دي كانت الفترة اللي اتبنت فيها أهرامات كتيرة جدا. مظبوط، صح، زي ما خيالك جاب بالظبط، هي فعلا الفترة اللي اتبنى فيها أهرامات كتيرة جدا. طيب احنا هنقسم الدرس ده لجزئين. أول جزء هنتكلم عن الفترة اللي الأسرات حكمت فيها مصر. ايه الأسرات دي؟ ايه الأسر اللي هي حكمت مصر؟ زي الأسرة الأولى والتانية، ودول كده هنحطهم في عصر لوحدهم خالص، زي هنقول عليه مثلا العصر العتيق اللي هو قدامنا ده. يبقى أول أسرتين اللي هي الأولى والتانية دول هيتحطوا في عصر لوحدهم تماما. طيب اشمعنى دول اللي هيتحطوا في عصر لوحدهم؟ هقول لك لان دي كانت بداية عصر الاسرات اللي حكمت مصر، فهي اللي اسست، هي اللي بنت، هي اللي قامت بوضع البناء والتأسيس. عشان كده بنقول عليهم العصر العتيق، ما بين قوسين بنقول عليه عصر بداية الاسرات. بيضم ايه؟ خليكم فاكرين، بيضم الاسرتين الاولى والتانية، الاولى والتانية بس بنقول عليهم العصر العتيق، عصر بداية الاسرات. طيب ليه بقى سموه عصر البناء والتأسيس؟ لان اتأسس فيه وتوحد فيه مصر. ازاي؟ يعني مصر دي ما كانتش متوحدة؟ هقول لك لا، مصر دي زمان قوي ايام الاسرتين دول كان في مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. يعني مصر دي كانت متقسمة اتنين، ايوه زي ما خيالك جايب برضو، مصر دي كانت مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. راح الملك اللي اسمه نعرمر اللي هو الملك مينا، الملك ده راح قام وحد المملكتين، المملكة اللي في الشمال والمملكة اللي في الجنوب، وأسس عاصمة مصر الموحدة اللي هي أول عاصمة لمصر تكون موحدة، وسماها مدينة منفر. منفر، ماشي؟ يبقى أول حاجة هناخدها في العصر العتيق اللي هو عصر بداية الأسرات، نعرف إن هو بيضم الأسرة الأولى والتانية. طيب ليه سمي بعصر البناء والتأسيس بما تفسر؟ لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر اللي هو مينا لمملكتي الشمال والجنوب، وبعدها أسس عاصمة لمصر موحدة وسماها مدينة منفر. حلو كده الكلام، سهل قوي. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف العصر ده كان مميز بإيه؟ ايه مميزات العصر العتيق؟ أول حاجة كان مميز جدا بالاستقرار وتحقيق الأمن، كان في استقرار وأمن. طيب بما تفسر، تعالوا نحط سؤال، ليه العصر العتيق كان بيتميز بالاستقرار وتحقيق الأمن؟ هنقول لأن ملوكه كانوا ساعتها بيهتموا جدا 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 بتأمين حدود مصر، وبدأوا يبنوا حصون كتير جدا. يعني بدأوا يبنوا حصون كتير جدا وأسوار عالية وقلاع كبيرة، كل ده ليه؟ علشان يأمنوا حدود مصر، لأن بالنسبة لهم كانوا لسه مؤسسين وموحدين الدولة اللي هي مصر، فعاوزين يحصل ايه؟ استقرار وأمن. يبقى أول حاجة عندي وأول ميزة في العصر العتيق بيتميز بيها هو الاستقرار وتحقيق الأمن. طيب بما تفسر يا بيس لو سمحت، عايزينه سؤال. حاضر، بما تفسر لماذا تميز العصر العتيق بالاستقرار وتحقيق الأمن؟ هنقول لأن ملوكه اهتموا بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. طيب عندنا ميزة تاني في العصر ده، هقول لك كان عندهم اهتمام رهيب بالأنشطة الاقتصادية، بيهتموا جدا بكل الأنشطة الاقتصادية. طيب بالنسبة للأنشطة الاقتصادية عاوزاكم تعرفوا حاجتين بس. أول حاجة بدأوا يسيطروا على المنطقة اللي هي جنوب الجندل الأول. إيه بمنطقة جنوب الجندل الأول دي؟ أقولك، في مكان في نهر النيل موجود في الجنوب، المكان ده مليان صخور ضخمة موجودة في النيل وبارزة كده وطالعة، صخور ضخمة قوي، بنقول عليها منطقة الجندل الأول. هم بقى عملوا إيه؟ بدأوا يهتموا بقى بالطرق دي، وان هم يسيطروا على المكان ده. المنطقة اللي فين؟ المنطقة اللي جنوب الجندل الاول، كل ده من اجل تأمين التجارة بتاعتهم. طيب دي اول حاجة. ايه كمان؟ بدأوا كمان يستغلوا المناجم اللي موجودة في سيناء، بدأوا يستغلوا المحاجر اللي موجودة كلها في سيناء. لو هنتكلم عن الأنشطة الاقتصادية في العصر العتيق هتقولوا لي حاجتين. أول حاجة بدأوا يهتموا ويسيطروا
على المنطقة اللي موجودة جنوب الجندل الأول. من أجل إيه؟ لازم تكونوا عارفين، من أجل تأمين التجارة بتاعتهم. وكمان بدأوا يستغلوا المناجم والمحاجر اللي موجودة في سيناء، وبرضه بدأوا يهتموا بالطرق الصحراوية علشان يأمنوا التجارة بتاعتهم اللي هتمر منها، ما يكونش فيه أي قلق. طيب العصر ده كان مميز بحاجة كمان اللي هي العمارة. بدأوا يهتموا بالعمارة خاصة في إيه؟ في بناء مقابر الملوك. تاني بدأوا يهتموا بالعمارة، لكن خاصة يعني بيقول تحديدا بناء مقابر الملوك. اشمعنى؟ لأن دي ساعتها في الوقت ده كانت مهمة جدا إن هم يهتموا ببناء مقابر الملوك، مش أي مقابر، لا، مقابر الملوك، يعني حاجة كده عالية جدا أوي في نفسها. طيب عملوا إيه علشان يهتموا بيها؟ قال لك حصل هنا بقى تحويل. يعني إيه تحويل؟ بدأت تحول المقابر، بدل ما كانت حفرة عادية بنحفر في الأرض وندفن، لا، بدأوا يعملوا حجرة دفن، زي أوضة كده صغيرة بيبنوها تحت في الأرض. تحت بدل الحفرة بقوا يبنوا حجرة، أوضة صغيرة بيدفن فيها الملك. طيب الحجرة دي بتكون معمولة من حاجة اسمها الحجر الجيري. الحجر الجيري يعني بدل ما كانت حفرة، لا، بقت حجرة. وطيب الحجرة دي معمولة من ايه؟ من الحجر الجيري. بيعلو الحجرة دي، يعني فوق الحجرة دي بيقوموا حاطين طوب، الطوب ده يشبه المصطبة. يبقى اهتموا بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. يعني تحولت ساعتها المقابر من مجرد ما كانت حفرة كده بتتحفر في الأرض ويدفن فيها أي حد، لأ، دي بقت حجرة دفن، والحجرة دي معمولة من الحجر الجيري. بيعلو الحجرة دي إيه؟ بيعلو الحجرة دي جزء من الطوب، الطوب ده بيشبه المصطبة. احنا خدنا كده في بداية الدرس ده إيه؟ إن احنا عندنا في أسر حكمت مصر. الأسر دي هنقسمها لعصرين. أول حاجة العصر العتيق اللي هو عصر بداية الأسرات، والعصر ده بيضم أسرتين بس، الأسرة الأولى والتانية. طيب سمي ليه بالعصر البناء والتأسيس؟ بما تفسر، فضلوا جاوبوا وقولوا عدادي. قلنا لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر اللي هو الملك مينا، بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب، وبعدها بدأ يأسس عاصمة مصر الموحدة. اسمها ايه العاصمة اللي أسسها؟ اسمها مدينة نفر. قلنا ان العصر ده كان مميز بثلاث حاجات. اول حاجة الاستقرار وتحقيق الامن، وحطينا سؤال وقلنا بما تفسر ليه كان في استقرار وامن في العصر ده. قالك لان الملوك كانوا مهتمين جدا بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. تاني ميزة اهتموا بالأنشطة الاقتصادية، فعملوا ايه؟ أمنوا الطرق الصحراوية علشان يقدروا يأمنوا التجارة بتاعتهم اللي بتمر منها، وكمان سيطروا على المنطقة الواقعة جنوب الجندل الأول برضو من أجل التجارة. كمان بدأوا يستغلوا المناجم والمحاجر اللي موجودة في سيناء. ثالث ميزة الاهتمام بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. اشمعنى مقابر الملوك؟ قالك لأن بدأت تتحول من مجرد حفرة في الأرض إلى حجرة دفن من الحجر الجيري، بيعلوها جزء من الطوب، الطوب ده بيشبه المصطبة. ده أول عصر، العصر العتيق. تاني عصر ده بقى بيضم باقي الأسرات. يعني احنا خدنا الأولى والتانية، لا، العصر التاني ده بقى اللي بنقول عليه عصر الدولة القديمة، اللي هو عصر بناة الأهرام. طيب بيضم لي أنهي أسرة؟ هقولك بيضم الأسرة التالتة والرابعة والخامسة، وكمان الأسرة السادسة. يعني عصر الدولة القديمة اللي هو عصر بناة الأهرام بيضم باقي الأسر اللي هم قد إيه؟ اللي هم 4 أسر، التالتة والرابعة والخامسة والسادسة. حلو كده؟ خليكم فاكرين. ممكن يجيلكوا سؤال ويقول لكم عصر الدولة القديمة بيضم 6 أسرات؟ لا، بيضم 4 بس، من التالتة لحد السادسة. يبقى عندنا سؤال مهم قوي دلوقتي. احنا قلنا ان العصر ده اسمه عصر بناة الأهرام، يعني ممكن نحط هنا سؤال عشان نعرف هم ليه سموه كده، فهنقول بما تفسر. سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام ليه؟ أقول لك بسبب اهتمام الملوك ببناء مقابر ليهم على شكل أهرامات في الوقت ده. تاني، دلوقتي احنا عندنا عصر بناة الأهرام بنقول عليه عصر الدولة القديمة، أو العكس، عصر الدولة القديمة بنقول عليه عصر بناة الأهرام. ليه سموه كده؟ بما تفسر. أقول لك لأن الملوك في الوقت ده بدأوا يهتموا ببناء المقابر ليهم اللي تكون على شكل أهرامات. شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ احنا لسه قايلين ان هم حولوا الحفرة إلى حجرة،
بتعلوها مسطبة. اهي اللي قدامكم دي مسطبة، اللي هي اول صورة خالص، اللي هي اقل واحدة، دي بنقول عليها مسطبة. المسطبة دي بدأوا يطوروا في شكلها، فبدأت بدل ما هي مسطبة كده درجة واحدة يعني، لا، بدأوا يعلوا فيها، فيعملوا مسطبة فوقها تاني ومسطبة فوقها تالت ورابع وخامس، لحد ما عملت لي شكل ايه؟ شكل الهرم المدرج اللي هو في النص ده. طيب ده كده طوروا في شكل المقابر بتاعتهم الملوك، صح. بعدها بقى بعد ما عملوا الهرم المدرج قال لك لا، ده احنا هنعمل ونكبر اكتر، فعملوا ايه؟ عملوا شكل الهرم الكامل اللي هو زي مين؟ زي هرم خوفو اللي موجود في الاهرامات. فيبقى كده حصل تطور في موضوع بناء المقابر ولا لا؟ حصل. يعني كده احنا فهمنا ليه سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام، فهمنا. طيب ايه السبب يا أستاذ؟ جاوب. قلنا بسبب اهتمام ملوكه ببناء مقابر ليهم على شكل أهرامات، وده الشكل اللي حصل فيه التطور من مسطبة لهرم مدرج لهرم كامل. طيب العصر ده ليه مميزات زي العصر العتيق تماما، بس دوت بقى بيتميز بحاجات أكتر. طيب تميز بإيه؟ أول حاجة عندنا كان في استقرار، يعني كان في استقرار بس احنا مش هنتكلم عنه، هو كان في استقرار وخلاص، شكرا على كده. طيب تاني حاجة كان قالك بقى ان هو حصل هنا تطور في فن العمارة. فن العمارة اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو حصل تطور في شكل المقابر، يعني كانت حجرة يعلوها مسطبة، بعد كده اتحولت الى عدة مساطب. طيب بعد ما اتعملت عدة مساطب حصل ايه؟ اخدت شكل الهرم الكامل. اهو التطور اللي احنا بنقوله ده هنا اسمه تطور في فن العمارة عند عصر بناة الأهرام. طيب احنا لسه قايلين حالا ان المسطبة دي بقت عدة مساطب، فبدأت تاخد شكل ايه؟ هرم مدرج. طيب الهرم المدرج ده مش بيفكركم بحاجة؟ الهرم المدرج دوت زي هرم زوسر. تاني، الهرم المدرج اللي هو عدة مساطب بنقول عليه هرم مدرج، ده زي بالظبط هرم زوسر. يعني لو جه سؤال وقال الهرم المدرج ده زي هرم مين، نكون عارفين انه زي هرم زوسر. حصل بعدها تطوير تاني في شكل الهرم، فبدأ يتعمل شكل هرم كامل زي ما احنا لسه قايلين. قلنا زي هرم مين؟ زي هرم الملك خوفو اللي موجود عندنا هنا في الأهرامات، بنشوفه كلنا. يبقى ده شكل الهرم الكامل زي مين؟ زي الملك خوفو، هرم الملك خوفو. طيب هنا بعد ما احنا خدنا تطوير في فن العمارة والكلام الكتير اللي احنا قلناه ده، هنا بيدل على ايه؟ بيدل على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. تاني، دلوقتي احنا قلنا ان حصل تطوير في فن العمارة، فبدأت المقابر بحفرة يعلوها مسطبة، المسطبة بقت عدة مساطب، لما بقت عدة مساطب أخدت شكل هرم مدرج زي هرم زوسر. بعدها حصل تطوير تاني وبدأوا يعملوا شكل الهرم الكامل زي الهرم بتاع الملك خوفو، وده بيدل على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. خدوا بالكم من كلمة العمارة والهندسة والفلك، مهمة جدا. طيب حصل حاجة تاني في فن العمارة عند المصريين القدماء، بدأوا كمان يهتموا ببناء المعابد الإلهية والمعابد الجنائزية. يعني إيه معابد إلهية؟ اللي هم بيتعبدوا فيها، يعني بيعبدوا فيها الإله اللي هم بيعبدوه. طيب المعابد الجنائزية دي المعابد اللي بيحصل فيها الجنائز بتاعتهم، الناس اللي بتموت. يبقى حصل تطوير في فن العمارة، خدنا شكل الهرم بدأ يتطور ازاي لحد ما وصل للهرم الكامل اللي هو هرم خوفو، وده دل على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. بدأوا يهتموا كمان ببناء معابد إلهية ومعابد جنائزية. ده كده التميز اللي حصل في العصر ده في فن العمارة. خلصنا فن العمارة. العصر ده مميز تاني في ايه؟ هقول لك حصل عندهم براعة في النحت، بدأوا ينحتوا التماثيل. طيب فن النحت اللي هم بدأوا يهتموا بيه ده استخدموا فيه حاجات علشان يقدروا ينحتوا. طيب ايه الحاجات اللي استخدموها؟ يعني استخدموا مواد مختلفة في النحت، زي ايه؟ زي الحجر والعاج والخشب. يبقى لو جالك سؤال كده أكمل صح وغلط او حتى اختياري تقدر تجاوب السؤال ده بسهولة، اقدر. يعني لو قال لك استخدموا ايه في النحت، هنقول ايه؟ عندنا الحجر والعاج والخشب، الحجر والعاج والخشب. طيب احنا كده عرفنا المواد اللي هم بيستخدموا فيها في النحت. بدأوا ينحتوا ايه؟ قال لك بدأوا ينحتوا 3 حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منهم.
أول حاجة بدأوا ينحتوا التماثيل الملكية. طيب ليه بينحتوا تماثيل ملكية؟ قالك لاعتقاده في قدسية الملك. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني بدأوا يعملوا تماثيل للمماليك بتاعتهم، الملك بتاعهم بدأوا يعملوا له تمثال. طيب بدأتوا تعملوا له تمثال ليه؟ قالك لأنه زمان كان حاجة جامدة جدا وبيعتقدوا ان هو القديس بتاعهم، فعملوا له تمثال، نحتوا له تمثال. يبقى أول حاجة نحتوها التماثيل الملكية لاعتقادهم في قدسية الملك. طيب بدأوا ينحتوا كمان تماثيل النبلاء. زي ايه تماثيل النبلاء دي؟ اقول لك زي تمثال كاعبر. طيب لحظة بقى لو سمحت يا ميس، ايه اللي انت قلتيه ده؟ اقول لك ده اسم التمثال، احنا مضطرين نحفظه، اسمه كاعبر مش كعبر، لا ركز لو سمحت. المهم انك تعرف تكتبه في الامتحان، قوله زي ما تقوله بس تكتبه صح في الامتحان. اسمه تمثال كاعبر. يبقى نحتوا كمان تماثيل النبلاء مثل تمثال كاعبر، والتمثال ده بيعرف باسم شيخ البلد. يبقى احنا كده عرفنا ان هم نحتوا تماثيل اسمها تماثيل النبلاء زي تمثال كاعبر اللي بيعرف باسم شيخ البلد. طيب وقبلها قلنا برضو التماثيل الملكية لاعتقادهم في قدسية الملك. طيب نحتوا ايه تاني؟ اخر حاجة نحتوا تماثيل في وضعية جديدة. يعني ايه تماثيل في وضعية جديدة؟ يعني تمثال قاعد مربع كده زي ما انتم شايفينه قدامكم. التمثال ده بيقولوا عليه تمثال الكاتب المصري الجالس. لازم تحفظوا الاسم زي ما هو كده بالظبط، تمثال الكاتب المصري الجالس. يبقى تم نحت تماثيل في وضعية جديدة. لو جالك سؤال وقالك تم نحت تماثيل في وضعية جديدة مثل أو نقط، هتقولوا إيه؟ زي تمثال الكاتب المصري الجالس. وخدوا بالكم طالما هم عملوا تمثال بالشكل دوت للكاتب المصري، ده يدل على دقة ومهارة الفنان المصري القديم وتقديرهم كمان لمكانة الكاتب في المجتمع. كانوا بيقدروا جدا الكاتب في المجتمع، علشان كده عملوا له تمثال. يبقى احنا خدنا في فن النحت المواد المختلفة اللي هم استخدموها في النحت زي الحجر والعاج والخشب. طيب نحتوا ايه؟ نحتوا 3 حاجات. التماثيل الملكية ليه؟ قلنا لاعتقادهم في قدسية الملك. وكمان تماثيل النبلاء زي تمثال كاعبر واللي بيعرف باسم تمثال شيخ البلد. كمان نحتوا تماثيل في وضعية جديدة خالص زي تمثال الكاتب المصري الجالس، وده بيدل على تقديرهم لمكانة الكاتب في المجتمع. طيب كانوا مميزين كمان العصر ده في فن النقش. كانوا بينقشوا حاجات على مواد وأسطح صلبة. يعني عارفين النقوش اللي هي بتبقى على شكل صلب بس بارزة كده لبره، هي دي بالظبط بنقول عليها فن النقش، حيث أظهرت النقوش البارزة على الأسطح الصلبة. يبقى هم عملوا فن النقش على إيه؟ على الأسطح الصلبة. طيب كمان في فن الرسم بدأوا يستخدموا الألوان. الألوان دي ليه؟ علشان يقدروا يصمموا الصور اللي يقدروا يرسموها على الجدران بتاعت المعابد. يبقى في الرسم استخدموا الألوان ليه؟ قلنا لتصميم الصور الجدارية اللي بتترسم على جدران المعابد. أما في النقش نقشوا على أسطح صلبة. يبقى عندنا فن النقش ظهرت النقوش البارزة على الأسطح الصلبة، أما فن الرسم استخدموا الألوان علشان يعملوا التصاميم على الجدران بتاعة المعابد. آخر حاجة في العصر ده كان مميز فيها هو ازدهارهم في الأدب. كانوا مزدهرين جدا ومميزين قوي في الأدب، خاصة الأدب الديني. خدوا بالكم هيجي سؤال ويقول لك العصر ده كان مميز جدا في الأدب ايه؟ او يحط لك مثلا نوع تاني من الأدب، لا هتقول الأدب الديني. كانوا مميزين جدا في الأدب الديني زي نصوص الأهرامات. ايه نصوص الأهرامات؟ اللي هي ليها معنى تاني بنقول عليها برضو متون الأهرام. تاني يا حبايبي انا عارفة ان الحتة دي شوية صعبة. تاني، كان العصر ده مميز كمان في ازدهار الأدب، خاصة وخدوا بالكم من خاصة الأدب الديني. ليه الأدب الديني؟ كانوا ساعتها بيعملوا نصوص اسمها نصوص الأهرام اللي هي برضو معناها متون الأهرام. دي حاجات كان العصر ده مميز فيها. يبقى عصر بناة الأهرام كان مميز في حاجات كتيرة جدا،
فن النقش، فن الرسم، كمان ازدهروا في الأدب، كمان فن النحت، كمان العمارة، وكمان الاستقرار. وعرفنا ان العصر ده عصر بناة الاهرام بيضم 4 اسر. اما العصر العتيق اللي هو العصر التأسيس فاكرينه ده بيضم اسرتين بس، الاولى والتانية. كده احنا خدنا اول جزء في الدرس الاول من الوحدة التانية. الدرس ده ليه كمالة لباقي، الجزء التاني بتاعه هناخده في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش لو الشرح عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.